طريقي إلي مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الملكين اللذين أخذ به، وكان في المنام ورؤيا الأنبياء حق، فرأى رجلا مستلقيا على قفاه نايم على الأرض على ظهره، وفوقه رجل عند راسه واقف قد أخذ بصخرة، صخرة كبيرة جدا، فإذا به يرفع الصخرة ويرميها على رأس هذا الرجل المستلقي. تخيلوا صخرة كبيرة يضرب بها رأس ذلك الرجل النائم فيثلغ بها رأسه، يكسر بها رأسه. منظر مفزع صح؟ لحين ما خلص تتدحرج الصخرة، يذهب هذا الرجل القائم يأخذ الصخرة مرة ثانية، يرجع فإذا بالرجل المستلقي عاد رأسه كما كان، فيضربه مرة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله، سبحان الله، ما هذا؟ شنو هذا المنظر المفزع المخيف؟ فقال له جبريل: هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الغي قيل وادي في جهنم، هذا الوادي لو سارت به جبال لذابت. جهز هذا الوادي لتارك الصلاة. تارك الصلاة تعرفون يحشر معنا